عادت قضية الفنان المغربي سعد المجرد إلى الواجهة مجددا بعد تطور قضائي فرنسي غير متوقع أعاد فتح جميع الاحتمالات حول مسار الملف. فقد أصدرت محكمة باريس حكما يقضي ببراءة لورا بريول من تهمة محاولة الابتزاز، وهي التهمة التي كان دفاع سعد المجرد يعول عليها بشكل كبير لتغيير مجرى القضية لصالحه. غير أن النيابة العامة الفرنسية لم تكتفي بهذا الحكم، وقررت رسميا استئنافه. ويعني هذا القرار من الناحية القانونية أن النيابة لا تعتبر أن الملف قد حسم بعد، وترى أن هناك عناصر وأدلة تستوجب إعادة النظر وإمكانية إعادة المحاكمة. واعتبرت المحكمة الفرنسية في وقت سابق أن الأدلة التي قدمها دفاع سعد المجرد لإثبات محاولة لورا بريول الحصول على مقابل مالي مقابل التنازل عن الشكاية غير كافية. كما شددت على أن مبدأ الشك يفسر دائما لصالح المتهم. كان حاسما في هذا القرار ما اعتبر آنذاك بمثابة انتصار لصالح لورا في هذه المرحلة من المسار القضائي. ومع هذا التطور الجديد المتمثل في استئناف النيابة العامة، تدخل القضية مرحلة أكثر حساسية، حيث من المرتقب إعادة دراسة ملف تهمة الابتزاز من جديد أمام هيئة قضائية مختلفة. وهذا يمنح هيئة دفاع سعد المجرد فرصة لإعادة تقديم دفوعها وتعزيز حججها بأدلة إضافية، سواء تعلق الأمر بتسجيلات أو شهادات أو معطيات تقنية تدعم فرضية وجود نية مسبقة للحصول على مكاسب مالية. في المقابل، تسعى النيابة العامة إلى تقوية موقفها القانوني وإعادة بناء ملفها بشكل أكثر إحكاماً، ما يجعل القضية تتجه نحو مرحلة استئنافية شديدة التعقيد، قد تعيد فتح جميع تفاصيل الواقعة من جديد أمام القضاء. وبذلك يتضح أن الملف لم يحسم نهائياً بعد، وأن الجولات المقبلة أمام محكمة الاستئناف ستكون حاسمة في تحديد مصير هذا النزاع القضائي بين الأطراف المعنية.